السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة رموش الست أو عيون الشهد. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا. هي واحدة من الحلويات الشرقية الجميلة والسهلة، وطعمها بيكون مميز قوي، وكمان بتكون مرملة ودايبة وطرية وشاربة الشربات، وطعمها بجد روعة. هنعملها بمقادير مظبوطة بالملي، وما بتاخدش في عمايلها أكتر من 10 دقايق، وبتكون جاهزة على التسوية على طول. هتعمليها على طريقة المحلات وأحلى كمان. هنعرف كل تفاصيل العجينة وكمان التسوية، ومقاديرها هتكون بالكوب وكمان بالجرام، يعني اللي بيحب يوزن المقادير بتاعته. يلا بينا نشوف الطريقة. بس يا ريت قبل ما أبدأ تعملي لايك للفيديو، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الأول هنجهز ونعمل الشربات. هنحتاج للشربات 1.5 كوب من السكر، وهنزل عليهم ب1.5 كوب من المية، يعني كمية السكر بتكون قد كمية المية. وهضيف عليهم معلقة كبيرة من عصير الليمون، أو رشة صغيرة قوي من ملح الليمون. وهناخده بقى ونرفعه على النار، وبخليها عالية في البداية. وأول ما يبدأ يغلي بقوم جاية مهدية عليه النار، وسبته يغلي على النار حوالي 3 دقايق أو 4 دقايق، وبعدين طفيت عليه، لأننا عاوزينه خفيف زي شربات البسبوسة بالظبط. وهنسيبه بقى على جنب، ونحضر عجينة رموش الست. هنحتاج لنص كوباية من الزبدة، وزنها بيكون 100 جرام، وتكون طرية وكمان بدرجة حرارة الغرفة. وضفت عليها ربع كوباية من الزيت، وزنهم 50 جرام، أي نوع زيت موجود عندك. وهضيف عليهم نص كوباية من السكر البودر، وزنهم 100 جرام. وهنجيب الاسباتولا، وهنضرب الزبدة مع السكر كويس قوي، يعني لحد ما ندمجهم مع بعض كويس. وممكن تستخدم المضرب الكهربائي لو حابة توفري في الوقت أو المجهود. وبنستخدم سكر بودر علشان بيدوب مع الزبدة أسرع من السكر الحبيبات. ولو حسيتي إنها مخرزة شوية عادي جدا، استمر بس في الضرب لحد ما تنعم وتكون كريمية معاكي. طيب احنا عاملينها بالزبدة، ينفع نعملها بالسمنة؟ هقولك أيوة ينفع. لو في الشتاء هتستخدميها عادي، أما لو في الصيف فهتدخليها التلاجة شوية قبل الاستخدام. وبنفضل نخفقها لحد ما لونها يفتحها وتبيض، وكمان قوامها يكون كريمي بالشكل ده. وهنبدأ ننزل ببيضة كاملة، وهناخد بياض البيضة التانية، وأخدت صفار البيضة وغطيتها علشان ما تنشفش مننا. وهنسيبها جنبنا نبقى ندهن بيها وش رموش الست في الآخر. وعلشان الوصفة فيها بيض، فضفت نص معلقة صغيرة من الفانيليا 3 جرام. ولو عندك سايلة فممكن تستخدميها عادي جدا، علشان نقضي على ريحة زفرة البيض. وقلبت البيض مع خليط الزبدة لحد ما انسجم معاهم كويس. وأول ما تقلب البيض مع الخليط هتحس إن الخليط فصل عن بعضه شوية، فبنكمل ضرب عادي. وبنفضل نقلب لحد ما يختلطوا وينسجموا مع بعض. وأول ما يتأكد من انسجامهم أو امتزاجهم مع بعض كويس، هننزل عليهم بنص كوباية من دقيق السميد، اللي هو دقيق البسبوسة، وزنهم بيكون 100 جرام. وبيكون دقيق السميد خام، يعني معلهوش أي إضافات، وبنجيبه سايب من عند العطار. وضفت عليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر 2 جرام، ورشة من الملح صغيرة قوي. وضفت عليهم كمان معلقتين كبار من جوز الهند الناعم، وزنهم 50 جرام، وإضافته بتكون اختياري، يعني لو مش حابة تضيفيه فده براحتك. ومعايا 2.25 كوب من الدقيق الأبيض، وزنهم 300 جرام. نزلت بكوبايتين بس في الأول، وهنسيب حوالي ربع كوباية لو احتاجناهم هنضيفهم بعد كده. وجبت الاسباتولا وقلبت لحد ما الدقيق ينسجم مع العجينة، وكمان يختفي تماما. فشلت بقى الاسباتولا وقلبت بإيدينا أحسن، علشان ندمجها أسرع ونحس كمان بقوام العجينة. أهم حاجة إنك ما تقلبيش فيها كتير ولا تعجنيها أصلا، يا دوب أول ما الدقيق تلاقيه خلاص اختلط وما عادش ليه أي أثر، بعدها بنوقف تقليب على طول. وهنا لقيت عجينتها لسه طرية زيادة، وكمان بتلزق في إيديا جامد، فضفت باقي كمية الدقيق. وبعدها كملت تقليب، وبقت قوام العجينة مظبوطة قوي، وما عادتش بتلزق في إيديا. يبقى كمية الدقيق اللي استخدمته في العجينة 2.25 كوب، كلهم وزنهم 300 جرام. فانت هتنزلي الدقيق بالتدريج على حسب ما العجينة تاخد معاكي، اكتر بقى او اقل، ده بيرجع لنوع الدقيق وكمان حجم البيض اللي انت مستخدماه. والعجينة المظبوطة تكون ما بتلزقش، وكمان متماسكة شوية، ومش بتشقق اول ما بضغط عليها. وعلى طول هنبدأ تشكيل في العجينة. واخدت كورة صغيرة وكورتها بين ايديا، وبعدين برمتها بشكل طول شوية، وضغطت عليها ضغطة صغيرة بحيث يكون سمكها وسط.
وسحبت الجنبين وعملتهم بالشكل ده علشان يديني شكل العين بالظبط. يعني تشكيلها سهل وبسيط وكمان سريع جدا جدا. ووقت التشكيل عايزاك تكوني مغطية العجينة علشان ما تنشفش. وعملت حجم القطعة قد الليمونة الوسط، وبالميزان حجمها 25 جرام، فممكن تصغريها وتعمليها 20 أو تكبريها وتعمليها 30. أنا عملتها بحجم 25 جرام وكان مناسب جدا، يعني لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. حابة أقولك كمان إن من سهولة تشكيلها فما أخدتش 5 دقايق في عمايلها، بجد سهلة جدا، مش هتحتاج منك لا وقت ولا مجهود زيادة. ووقت بقى ما بخلص الواحدة باخدها وأرصها في الصاج على طول، والصاج مش مدهون بأي حاجة خالص، وبنسيب مسافة بين كل واحدة لأنها بتفرش حاجة بسيطة، وكمان بيزيد حجمها شوية عن وقت ما كنا مشكلينها. وبعد ما خلصت تشكيل هنجيب صفارة البيضة اللي كنا محتفظين بيها من الأول، وضفت عليها رشة من الفانيليا وبالفرشة، وهندهن وش رموش الست بالشكل ده. وما تخليش صفار البيض ينزل على الجوانب، يدوب بس وشها من فوق علشان يديها لون حلو قوي بعد التسوية. وجبت الشوكة ومشيت عليها بالراحة خالص علشان تعمل لي شكل حلو قوي في الآخر. في الوقت ده كنت مولعة الفرن علشان يسخن كويس قوي، وأول ما سخن الفرن دخلت الصاج فيه وحطيته على الشبكة في نص الفرن، وبنسويها على درجة حرارة 180، يعني حرارة وسط، لا عالية ولا هادية. وأول ما تاخد لون من تحت ولعي لها الشواية علشان تحمر وتاخد لون من فوق. هي بتاخد تسوية من 25 ل 30 دقيقة، وده بيرجع لحسب حجمها طبعا وكمان درجة حرارة فرنك. وكملت الصاج التاني ودهنته ودخلته برضو سويته بنفس الطريقة. وأول ما بنخرجها من الفرن على طول بنسقيها بالشربات، وقوامه بيكون خفيف زي شربات البسبوسة. وعلى ما سويتها كان الشربات برد معايا، فدفيته حاجة بسيطة قوي قبل ما اسقيها بيه. فخلي الشربات دافي شوية، ده بيخليها طرية ومرملة ودايبة أكتر، بس ما يكونش سخن زيادة، يدوب دافي بسيط، ده بيديني أفضل نتيجة. ووزعت على كل واحدة شوية من الشربات، وبعدها بنغطيها بأي صينية تانية علشان تطرى أكتر وكمان تتشرب الشربات أسرع. أنا غطيتها حوالي 10 دقايق، وبعد 10 دقايق كشفت عليها ولقيتها اتشربت أغلب الشربات بتاعها، فقلبتها على الناحية التانية كمان علشان تكون شاربة الشربات من كل ناحية. وبعدين طلعت الصاج التاني وسقيته بنفس الطريقة، ورصيتها بقى في طبق التقديم، وزينتها بشوية من الفستق، وممكن تزينيها بفول سوداني مجروش أو بجوز هند ناعم، يعني بأي نوع مكسرات تكوني بتحب طعمها. وممكن تسيبيها سادة زي ما هي، بتكون برضو في منتهى الجمال. اللهم بارك، شكلها ولونها تحفة من تحت ومن فوق، دهبي ممتاز جدا، وكمان شاربة الشربات بتاعها وطرية مش ناشفة ودايبة ومرملة، وطعمها بجد في منتهى الروعة. وصفة سهلة وسريعة ونتيجتها ممتازة، وكمان مقاديرها متوفرة في كل بيت وما بتاخدش غلبة في عمايلها إطلاقا. أتمنى تجربيها وإن شاء الله أنا واثقة إنها تعجبك جدا. عملنا رموش الست على طريقة أكبر الحلوانية، وطالعة أحلى من الجاهزة مليون مرة، وكمان أوفر بكتير. عايزاكي تعتمديها ضمن حلويات رمضان لأنها سهلة وسريعة جدا. كل سنة وانتم طيبين. وكده خلاص خلصنا وصفة النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.